السلام عليكم الأخوات الغاليات. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله غنشارك معكم هاد الملوزة أو غريبة ديال اللوز اللي كتجي معلكة، كتجي فنة وكتجي بنينة بزاف. نتمنى أنكم تجربوها. دوزو المقادير هنايا بسم الله. عندي 500 غرام د العقدة ديال اللوز مع نص زلافة ديال السكر كلاصي، وغادي نضيف عليهم 2 معالق ديال الدقيق من النوعيه اللي مزيانه، وغادي نضيف هنا واحد الليمونه اللي حكيتها رقيقه، والليمونه تكون كبيره. قد ما كثرتو في الليمون كيجي صراحه كيتواتر بزاف مع هاد الملوزه هادي، كيجي واحد المذاق فيها غزال بزاف، كتجي بنينه. صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات مزيان اللي ناشفين مع هاد العقده ديال اللوز، وعاد غادي نبقى نضيف عليهم سوائل. صافي هنايا غادي نزيد واحد الخماره من الوزن 8 غرام، وغادي نخلط مزيان ندخلها في هاد العقده. وهنايا غادي نضيف بيضه كامله وملعقه ديال المزهر و2 معالق ديال المربى ديال المشمش. والمقادير مضبوطين، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش هكذا ما تنساو حتى شي حاجه باذن الله. صافي غادي نخلط مزيان هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم. بالنسبه للوز عادي كتسلقوه وكتبيتوه كينشف وكطحنوه. تقدروا انكم تطحنوه الطحنه الاولى والطحنه الثانيه مع السكر، تقدروا تستعملوا سكر كلاصي بحال اللي استعملت انا. حتى بهذه الطريقه هذه كتجي فحال كيسهل عليكم. هنايا غادي نزيد اصفر بيضه، وغادي نشوف الا كان باقي خصني غنزيد داك اصفر بيض ثاني. اهم حاجه هي تجي العقده ديالكم تجي معلكه. السكر كلاصي ضروري انكم تغربلوه باش ما يكونش فيه ديك الحبيبات. هذه هي الطريقه اللي كنستعملها انا دائما في الملوزه، كتجي الصراحه الله كتجي بنينه وكتجي فنه. من نهار عقلت على راسي كندير ملوزه كنديرها بهذه الطريقه هذه وبهذه المقادير هادو اللي عطيتكم. نتمنى انكم صراحه تجربوها، كتجي فنه. صافي هنا دابا هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا معلكه. حنا غادي نحتاجو شويه ديال المزهر مع السكر. بالنسبه للسكر كلاصي عنده دور كبير بالخصوص في الحلوه ديال الملوزه، حيت قد ما كان السكر كلاصي سبيسيال قد ما الحلوه ديالكم كتجي غزاله وكتجي فنه. انا صراحه قلبت عليه البقاق اللي قدامي ما لقيتوش، واضطريت نخدم بهذا العادي واخا غربلته 2 مرات. وبالنسبه للسكر هذا شنو الفرق اللي بينه وبين اخر؟ هذا ما كيشدش مزيان في الحلوه. فاش كتجيو تكملوا اللاطه ديالكم حتى كتلقاو الحبات الاولين بقى كينشفوا، وفاش كطيبوها في الفرن بحال كيتحرق وكيجي بحال حرش. بالنسبه للسبيسيال كيكون الله اعلم واش معاه النشا ولا شي حاجه، المهم كيكون رطب يعني كيبقى في الحلوه ديالكم كيف ما هو وكيف ما بغيتو. الصراحه الا كنتو غتخدموا شي كوموند او لا غتخدموها شي مناسبه ضروري انكم تستعملوا سكر كلاصي يكون سبيسيال. انا صراحه ما لقيتوش، ما توفرش. صافي اكتفيت غير بهذا، ما عنديش مشكل يعني غير لراسي وصافي. بالنسبه للزواق كنزوقها هيدا عادي بهذا الشكل هذا، غير بالطهر ديال الموس. يعني الزواق عشوائي، الزواق اللي بلدي وتقليدي وقديم، يعني ماشي غير يعني ماشي دابا عاد خرج ولا شي حاجه. من نهار عقلت على راسي يعني انا بعدا كنعرف الملوزه بهذه الطريقه هذه اللي يعني معروفه وكلشي كيعرفها. وبالنسبه للحجم كديروا الحجم اللي بغيتو، غير هي الملوزه كتبغي تكون شويه كبيره. قد ما كانت كبيره كتجي عاطيه شويه في المنظر وكتجي مزيونه. المهم كنتمنى يكون الشرح واضح ويكون خفيف على قلبكم. وحتى نتوما الا كانوا عندكم شي نصائح ما تبخلوش عليا بهم وخليوهم ليا في تعاليق. وكنشكركم بزاف صراحه على الدعم ديالكم، شكرا لكم من القلب. صافي غادي نكمل الكميه ديالي كامله وغادي ندخلها الفرن. بالنسبه للفرن كتشعلوا عليه من الفوق ومن التحت كيسخن مزيان. فاش كتبغيو تدخلوا الحلوه ديالكم كتشعلوا عليها غير من الفوق حتى كتبدا تشقق لكم، كتحسوا بها بقات كتشد راسها. داك الساعه كطفيو عليها من الفوق وكتشعلوا عليها من التحت. وضروري النار تكون مهيله باش الحلوه ديالكم ما كتخطفش، يعني كطيب خطره وفي نفس الوقت يعني ما كتجيش محروقه. كتجي كيبقى فيها اللوين ديالها. كيف ما كتعرفوا الملوزه اللوين ديالها خصو يبقى بيض، يعني ما تكونش محمره بزاف. المهم كنتمنى يكون الشرح واضح. انا بالنسبه للناس اللي يعني بالنسبه للبنات اللي باقيين عمرهم ما جربوا الملوزه ولا
اما اللي عارفين يعني اكيد غادي يكونوا عارفين. وحتى نتوما كيف ما قلت لكم يعني تقدروا انكم تفيدوني في الكومنتير الا كان شي حاجه انا ما كنعرفهاش، حيت ضروري الانسان ما كيكونش عارف كلشي. صافي دابا كيف ما قلت لكم غنكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال اللوزه ديالنا. صراحه كتجي فنه، كتجي غزاله هانتوما كيف ما كتشوفوا. وكيف ما قلت لكم يعني داك السكر كلاصي ما كيبقاش فيها كامل وكيتحرق، ولكن ماشي مشكل. اهم حاجه هو المذاق، كتجي الصراحه فنه. ديك الكونفيتير كتجي معلكه والمذاق ديال الليمون اولا الحامض كتجي صراحه فيه واحد المذاق غزال. حاولوا انكم ما تحمروهاش بزاف باش ما تجيكمش قاصحه، غير كيف تشد راسها حيدوها باش هكذا كتبقى رطبه كتبقى هشيشه. وغادي نحاول معكم واحد الوحيده في الاخير وغادي تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي معلكه وكتجي مفسوخه، ما كتجيش مدقصه نهائيا، وكيجي داك الحامض باين فيها. كنتمنى يكون الشرح واضح ونكون خفيفه على قلبكم، ونتلقاو شي فيديو جديد الا كتب الله سبحانه وتعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه، وحقكم في الجنه ان شاء الله.